و170 كيلو هرتز. كما تأتيكم برامجنا عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 4 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13. والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر. كتب فيها: الإخوة والأخوات، فريق البرنامج وفريق القسم العربي، لكم خالص تقديري وفائق احترامي على إطلالتكم الرائعة التي تأتينا كل يوم، وبما تحمله لنا من مواد ومحتوى مفيد ومتجدد يربطنا باليابان وكل ما فيها، ويجعلنا نسافر لنشاهد ونسمع ونلمس كل جديد على أرضها أولا بأول. الصديق العزيز محمد أرفق برسالته مساهمة بعنوان السعادة ومسيرة الحياة. جاء فيها: إن السعادة ليست ما تشعر به حين تختفي المشاكل من حياتك، بل هي القدرة على التعامل مع المشاكل وتصغير قدرها والنظر إلى ما بقي لك لا ما خسرته، وأن تنظر إلى ما تركته لك الحياة لا ما أخذته منك حين تسوء الأمور. والقائمة التالية تتناول 8 أشياء علينا أن نتذكرها عندما تسوء الأمور وتفتقد السعادة. أولا، الألم جزء من عملية النمو. هل تذكر أول لحظة لك في الحياة حين خرجت من رحم أمك ودخل الهواء إلى رئتيك وصرخت من ألم هذا التغير؟ هذا الصراخ والبكاء علامة على أنك صحيح البدن واعد المستقبل، وعلامة أخرى على أن الألم والحياة متلازمان، وأن سعادة